سلام، يومكم معطر بذكر الله وبعطر الجنة إن شاء الله. الصلاة والسلام على حبيب الخلق ومن والاه. أحلى سلام لأحلى عيون متتبعون قناة زهراء القلمية. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير حبيباتي. اليوم راح تشوفوا معايا طريقتي في تحضير لاكريم دبلومات، يعني كريمة البنينة الخفيفة تهبل تشهي مذاق بنة ولا أروع. نبداو اولا في تحضير كريمه الباتيسير تاعي. هنايا نحتاج كاس حليب بارد، عندي ملعقه صغيره فاني، بوشور حبه قارص. جبت الكاسرونه تاعي اللي حنحضر فيها كريمه الباتيسير، راح نضيف لها ملعقه سكر ونخلي نحرك هذاك الخليط تاعي مليح حتى يغلي. ونجيب صفار حبه بيض مع ملعقه كبيره تاع سكر، نخلطهم مليح حتى نتحصل على خليط ابيض. أنا مش راح نستعمل الخلاط الكهربائي لأنها كمية قليلة فقط. إذا كانت كمية مضاعفة يعني تقدروا تضاعفوا الحجم نديروها بالخلاط الكهربائي. أنا قلت لكم خلط بلافوي فقط، يعني خلاط يدوي. نخلطها مليح حتى يبيض لي هذاك خليط تاع السكر وصفار البيض. نضيف له ملعقة كبيرة تاع نشا، نحاول اني نخلط بشوية ما يتناطر ليش هذاك النشا تاعي. نواصل عملية الخلط حباباتي. بعد ما يغلي لي هذاك الحليب راح نحل به هذاك الخليط تاع النشا والسكر والبيض، ونواصل عملية الخلط باه ما يطيبليش هذاك البيض تاعي. وراح نتخلص كامل من هذاك البوشور تاع القارص اللي كان عطاني نكهة جد رائعة لهاد الكريمة تاعي. يعني راي وصفة في القمة، سهلة بمكونات بسيطة، طريقة مبسطة جدا، لكن بنتها بنة ما شاء الله، خفتها ولا أروع. نواصل دايما عملية الخلط بالشكل هذا، ونرجع الخليط تاعي في كسرونة، يعني نرجعوه على النار حتى تعقد لي هذيك الكريمة تاعي. راح نضيف لها نصف ملعقة صغيرة زبدة. شوفوا القوام اللي نتحصلوا عليه، لا كريم باتيسير تاعي راهي جد رائعة، مفحفحة معطرة بهذيك لافاني وهذيك البشور تاع القارص. بعد ما عقدت نضيف لها كيما قلت لكم نصف ملعقة زبدة، ونفرخها في بول يكون صغير، ونغطي سطح هاد الكريمه بالبابي فيلم باه ما ديرليش هذيك القشره من الفوق. يعني هاد الكريمه راهي صالحه، يعني مده صلاحيتها تكون 73 ساعه، اي ما يعادل 3 ايام. هذه الكريمه راح نقدم بها يعني حشو لي تارتولات تاعي، لي فون دو تارت كانوا عندي مخبيين من قبل. نجي نغطي سطح الكريمه تاعي ونخليها تبرد، لازم تكون بارده تماما. ونروحو نشوفو طريقة تحضير لا كريم شونتي. يعني كريمة شونتي كالعادة المعتادة، كاس عبرة شونتي مع كاس حليب يكون بارد جدا. اللي ما عندهاش الحليب يعني تعوضوا بكاس ما، لازم يكون بارد 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 جدا من مجمد. ونخلطو مليح بالخلاط الكهربائي حتى تطلع كريمة شونتي تاعي، ونتحصلوا على هذا القوام، قوام جد متماسك. يعني هذا كريمة الدبلومات هي عبارة عن كريم باتيسير مع كريم شانتي، يعني مزيج بين كريم باتيسير وكريمة شانتي. شوفوا هنايا بعد ما بردت هذه كريم باتيسير تاعي راح نجيب خلاط كهربائي ونخلطها مليح، وراح نجيب كريمة الشانتي تاعي ونضيفها لهذيك الكريمة الباتيسير، ونوصل الخلط حتى نوصل يعني للقوام اللي نحتاجه. قلت لكم هذه الطريقة راي بسيطة مبسطة جدا بمكونات متواجدة في كل بيت، يعني مكونات بسيطة جدا جدا جدا. نواصل عملية الخلط حباباتي، وتكون كريمة الدبلومات تاعي واجدة. راح نحضر بها لنهار اليوم، نعمر بها لي فون دو تارت. حنقدم بها اليوم دي تارتولات. شوفوا القوام اللي نتحصلوا عليه، كريمه ملساء جدا تهبل تشهي، ريحتها ريحه مفحفحه ومعطره بهذيك لافاني وهذيك ريحه القارص. انا جبت لي فون دو تارت تاعي اللي كنت محتفظه بهم في المجمد. طريقه تحضير لي فون دو تارت يعني تشوفوها في فيديوهات سابقه من قناه زهراء مطبخ زهراء الكلميه.
ونعمرهم بهذا الشكل بهذه الكريمة الرائعة الخفيفة البنينة اللي تشهي. وراح نزينهم بطريقة بسيطة جدا، ويكونوا لي تختو تاعي بكريمة الدبلومات واجدين. أنا اليوم قدمتهم يعني حضرتهم لفطور صباح لوليداتي، راح يعقبوا صباح إن شاء الله الامتحانات. نقولهم ربي يوفقكم وربي يوفق جميع التلاميذ وأبناء المسلمين يا رب، ويفرحنا ويفرحكم بهم إن شاء الله. نقولهم بالتوفيق وليداتي الأعزاز ليكم ولأحبابكم ولأصحابكم. هذه هي طريقتي في تحضير هذه الكريمة الخفيفة البنينة اللي تشهي، يعني طريقة بسيطة جدا بإذن الله راح تنال إعجابكم وراح تدمنوا على هذا الوصفة، يعني كريمة الدبلومات اللي تشهي. نتلاقاو حباباتي في فيديوهات أخرى إن شاء الله، دايما مع وصفات ولمسات زهراء القلمية. سلام.